السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف في فيديو النهاردة آخر تطورات مشروع مترو اسكندرية، وبعد كده هناخد جولة في شارع ملك حفني بحري لحد شارع محمد نجيب. يلا بينا نشوف فيديو النهاردة. احنا موجودين النهاردة بجانب حي المنتزه، وقدامنا كده على طول هنلاقي مزلقين سيدي بشر سابقا، ومن الجهة التانية تم الانتهاء من بعض الأعمدة. طبعا لسه في عمود اهو لسه هيتم صبه. على يمين الصورة ده شارع ملك حفني، وقدامنا كده على طول هنلاقي محطة محمد نجيب. وحاليا بيتم عمل الأعمدة وصب الأعمدة في محطة محمد نجيب، لكن محطة فيكتوريا لسه مفيش أي معدات ولا في أي شغل. على شمال الصورة ده مبنى حي المنتزه، وقدامنا كده على طول هنلاقي مزلقين سيدي بشر سابقا. ده شارع ملك حفني بحري، ودي المحلات اللي هيتم ازالتها، بس مفيش اي معلومة طبعا جت عن ازالتها قريب. طبعا دلوقتي بيتم ازالة المحلات الموجودة في العصافرة وكمان في المنظرة. المحلات دي بقى لها اكتر من 30 سنة. طبعا هنلاقي بقى محلات اتغيرت طبعا مع التجديد، في محلات موجودة لحد دلوقتي زي ما هي بقى لها اكتر من 30 سنة. ومحلات ملك حفني ممتدة من أول حي المنتزه لحد مزلقين فيكتوريا سابقا. على يمين الصورة المحل ده محل بلبع للمشويات، وقدامه على طول في الشارع هنلاقي قرية بلبع.
كده وصلنا لشارع محمد نجيب، وقدامه على طول هتكون محطة مترو محمد نجيب. هنعدي بقى من الفتحة دي لان هنلاقي الفتحات كلها مقفولة هنا لحد قدام فتح الله. زي ما حضراتكم شايفين المعدات اهي موجودة. هنا عدينا السكة، طبعا الناحية التانية شارع ملك حفني قبلي. كده شارع ملك حفني قبلي، ورانا كده هنلاقي بقى مزلقين سيدي بشر، وكمان شارع القاهرة الصداقة، شارع المعهد الديني، لحد العصفرة. ولو مشينا كده على طول هنلاقي نفق محمد نجيب وسوق دربالة، وبعد كده هنلاقي شارع الجلاء الساعة. ودي كانت جولتنا النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.